السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم الصف السادس الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية. أول درس معانا النهاردة سنة 6 هنبدأ بيه هو وطننا العربي. هنتكلم عن إيه في الوطن العربي؟ هنتكلم عن الموقع والأهمية. تعالوا واحدة واحدة كده ونبدأ. ومبدئيا كده أي حد بيكره مادة الدراسات الاجتماعية أو ما كانش بيفهمها انسوا خالص اللي ذاكرتوه قبل كده، او حاولوا تتلاشوا فكرة ان انتوا ما بتفهموش المادة. لا، المادة سهلة جدا، بس انت كل اللي عليك انك تعرفه تسمع بس وانت مركز. ممكن؟ يلا بينا نبدأ. اول حاجة عايزين نعرفها هو ايه هو الوطن العربي ده اصلا. الوطن العربي هو عبارة عن مجموعة دول عربية، يعني مثلا عندنا مصر، الجزائر، المغرب. المقصود ان هي مجموعة من الدول، يعني شوية دول كلها بتتكلم اللغة العربية، يبقى مجموعة الدول العربية التي تجمعها لغة. يبقى اول حاجة بتجمعها ايه؟ لغة. في لغة واحدة بتجمع الدول دي كلها، كلنا بنتكلم اللغة العربية. طيب، وكمان عادات وتقاليد واحدة، عاداتنا وتقاليدنا كلها واحدة احنا كعرب. يعني مثلا الناس اللي عايشة في الجزائر دي واللي في المغرب، في سوريا، في لبنان، كل الدول دي عاداتها واحدة، وكمان تاريخها مشترك. احنا بينا وبين الدول دي تاريخ مشترك، يعني في بينا اتفاقيات حصلت بين الدول دي، في كمان زيارات بتعمل علاقات طيبة، كمان في معاهدات، في كمان مساعدات بين الدول دي. الدول دي بتساعد بعضها. يبقى لما نيجي نقول ما المقصود بالوطن العربي هنقول ايه؟ هو مجموعة الدول العربية التي تجمعها كم حاجة بقى؟ لغة وعادات وتقاليد واحدة، وكمان نضيف بقى آخر حاجة وتاريخ مشترك. ده كده ما المقصود بالوطن العربي اللي احنا هنتكلم عنه كتير. طيب، احنا متفقين ان كل انسان فينا عايش في بلد، البلد اللي اتولد فيها دي بتعتبر الوطن بتاعه، يعني بينتمي للمكان ده. يبقى كل إنسان ليه مكان اتولد فيه، ده بيعتبر الوطن بتاعه، بينتمي ليه، بيعيش فيه طول حياته. طيب، مصر بقى من زمان قوي علاقاتها كويسة قوي وعلاقاتها طيبة جدا مع كل الدول العربية دي، لأنها علاقة قايمة على إيه؟ على التعاون، الاحترام المتبادل. اتفقنا كده سنة 6؟ طيب، حلو قوي، دي بداية الدرس. تعالوا بقى ندخل في أول حاجة في الدرس. ايه هي مساحة ودول الوطن العربي؟ يلا بينا. مبدئيا كده الوطن العربي ده فيه دول كتيرة قوي. كم دولة؟ 22 دولة. طب ال 22 دولة دول يا سنة 6 موجودين فين بالظبط بقى في كل الكرة الأرضية دي؟ موجودين في قارتين بس، قارة آسيا وقارة إفريقيا. وبيفصل القارة دي عن القارة دي بحر، البحر الأحمر. تاني بقى مع بعض، عندنا الوطن العربي بيضم 22 دولة. حلو جدا. طيب، ال 22 دولة موجودين فين؟ في قارة آسيا وإفريقيا. في حاجة بتفصل ما بينهم؟ طبعا البحر الأحمر. في معلومة بقى عايزين ايه نأكدها مع بعض. احنا لسه قايلين ان ال 22 دولة موجودين في قارة آسيا وإفريقيا. طيب، احنا بقى عايزين يا سنة 6 نقول على قارة آسيا الجناح الآسيوي. طب وقارة إفريقيا الجناح الإفريقي. جميل كده؟ تمام. طيب، مساحة الوطن العربي قد ايه من كل الكرة الأرضية؟ مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر مربع. دي مساحة كل الدول العربية اللي هو الوطن العربي، 13 مليون كيلو متر مربع. طيب، موجودين فين؟ احنا لسه قايلين قلنا موجودين في قارة آسيا وإفريقيا. طيب، وقلنا برضو ان احنا ممكن نقول الجناح الآسيوي والجناح الإفريقي. جميل. واتفقنا ان مساحة الوطن العربي 13 كيلو متر مربع. المساحة الأكبر بقى يا سنة 6 موجودة في أنهي جناح فيهم؟ الآسيوي ولا الإفريقي؟ يعني احنا دلوقتي قلنا 13 كيلو متر مربع، النسبة الأكبر من المساحة دي موجودة هنا ولا موجودة هنا؟ بصوا كده في الصورة اللي قدامكم، الخريطة دي، ده اللون اللبني ده الجناح الآسيوي، اللون البينك ده الجناح الإفريقي. المساحة الأكبر موجودة في أنهي فيهم؟ طبعا في الجناح الإفريقي اللي هي فيها مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. ده الجناح الإفريقي. الجناح الآسيوي اللي هو الصغنن ده. يبقى
بتتركز معظم مساحة اليابس فين؟ في الجناح الإفريقي، يعني قارة إفريقيا. طيب ما تيجوا بقى نبدأ نتعرف مع بعض الدول اللي موجودة في الجناح الآسيوي والدول اللي موجودة في الجناح الإفريقي. مبدئيا كده الجناح الآسيوي مساحته 28% من مساحة الوطن العربي. باقي النسبة لمين؟ تروح للجناح الإفريقي لأن هو الأكبر زي ما احنا لسه شايفين على الخريطة. يبقى مين الأصغر؟ الجناح الآسيوي. كم في المية؟ 28. طب مين الأكبر؟ الجناح الإفريقي. نسبته قد إيه؟ 72% من مساحة الوطن العربي. تعالوا نتعرف الدول اللي موجودة بقى في الجناح الآسيوي والدول اللي موجودة في الجناح الإفريقي. عدد الدول اللي موجودة في الجناح الآسيوي 12 دولة. مين هم؟ فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، اليمن. 12 دولة. طيب في سؤال مهم قوي 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 بيجي في النقطة دي، هنعرف السؤال ده عشان نبقى مأمنين نفسنا. هيقول لك أصغر الدول العربية من حيث المساحة، يعني أصغر دولة موجودة في كل الوطن العربي مساحة، دولة إيه؟ البحرين. جميل كده؟ ركزوا قوي في السؤال ده. طيب تعالوا نشوف الدول بتاعت الجناح الإفريقي. عددها 10: مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر. وخدوا بالكم في برضو هنا معلومة مهمة جدا، هيقول لك أكبر الدول العربية من حيث المساحة إيه هي؟ دولة الجزائر. يبقى تاني بقى نطلع من الجزء ده بسؤالين مهمين: أصغر دولة البحرين، أكبر دولة الجزائر. شكرا، ده اللي احنا عايزين نعرفه في الجزء ده. في أسئلة قدامنا على الجزء اللي احنا شرحناه ده، انتوا اللي هتجاوبوه. تمام؟ 3 أسئلة سهلين جدا. طيب تاني حاجة هناخدها في الدرس ده الموقع الجغرافي للوطن العربي. يعني ايه الموقع الجغرافي؟ يعني الموقع، المكان بالنسبة لليابس والماء، والتعريف ده خدناه قبل كده. ممكن يجي بس يقول لك ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء، يعني اليابس مكانه فين بالظبط على الأرض، والمية بيبص على قد إيه، على كم مسطح مائي. طيب تعالوا نشوف بقى دول الوطن العربي بتبص على أي مسطح مائي ولا ما بتبصش؟ لا، كل دول الوطن العربي سنة 6 بتبص، يعني تطل على مسطحات مائية، كلها بتبص على مسطحات مائية. طيب الوطن العربي أساسا موجود فين بالظبط في كل قارات العالم؟ موجود في النص، يعني في وسط قارات العالم القديم. خدوا بالكم. طيب ايه هي قارات العالم القديم؟ افريقيا واسيا واوروبا. حد فيكم يقول لي يعني ايه قديم؟ هو في جديد؟ في، ملناش دعوه بيها دلوقتي. يبقى الوطن العربي بيقع وسط قارات العالم القديم اللي هي قد ايه؟ كم قاره؟ 3: افريقيا واسيا واوروبا. طب ما تيجي نحط سؤال، نقول ما النتائج المترتبه على يقع وطننا العربي في وسط قارات العالم القديم. نتج عن ده ايه؟ جعله يحتل مكانة مهمة بين دول العالم. يعني بسبب موقع الوطن العربي ده، موقعه مميز جدا، موجود في نص قارات العالم، وده موقع مميز جدا يا سنة 6. يعني دول كتير قوي تتمنى ان هي تكون موجودة في المكان ده. فنتج عن ده ايه؟ حطينا سؤال ما النتائج. يقع وطننا العربي في وسط قارات العالم القديم. ايه النتائج اللي ترتبط على ده؟ جعله يحتل مكانة مهمة بين دول العالم. سمع حد بيقول انا تهت؟ لا، تعالوا هشرح لكم الجزء ده تاني او نلمه مع بعض. ايه هو الموقع الجغرافي للوطن العربي؟ هيجي يقول لك كل دول الوطن العربي تطل على مسطحات مائية، صح. طيب الوطن العربي موجود وسط قارات العالم القديم، صح. لو قال لك الجديد غلط. طب ايه اللي نتج عن وجوده في المكان ده؟ انه بقى بيحتل مكانة مهمة جدا من دول العالم. تعالوا بقى ندخل على النقطة اللي بعدها سنة 6. يلا بينا. بصوا بقى، اللي احنا هنقوله دلوقتي ده هو موقع الوطن العربي، يعني حدود الوطن العربي الطبيعية، ماشي؟ طيب من فوق، يعني الحدود الشمالية، الوطن العربي ايه اللي بيطل عليه من الحدود الشمالية اللي هي فوق خالص؟ حاجتين: البحر المتوسط قدامنا اهو،
وكمان جبال توروس. جبال توروس مطلوب مننا ان احنا نحفظ علشان الحاجات دي مهمة. حدود الوطن العربي دي يا سنة 6 مهمة. يبقى تاني، الحدود الشمالية للوطن العربي البحر المتوسط وجبال توروس. طب الحدود الشرقية اللي هي على ايدينا اليمين دي، الحدود الشرقية بتبص على ايه؟ الوطن العربي بيبص على ايه من ناحية الشرق؟ جبال كردستان، ادي واحد. ايه كمان؟ جبال زاجروس. هي الاسامي تقيلة شوية بس مضطرين نحفظها. ايه كمان؟ الخليج العربي، وكمان خليج عمان. يعني في الحدود الشرقية 4. هنقولهم تاني: جبال كردستان، جبال زاجروس، الخليج العربي، خليج عمان. طب الحدود الشمالية بحر المتوسط، جبال توروس. تعالوا بقى ننزل تحت شوية علشان ناخد الحدود الجنوبية وناخد الحدود الغربية. طيب الحدود الجنوبية اللي هي تحت خالص عندنا 3 حاجات: الصحراء الكبرى زي ما انتوا شايفين اهي، الصحراء الكبرى اللي واخده المساحة الكبيرة قوي دي، وكمان بحر العرب والمحيط الهندي. يبقى تاني كده الحدود الجنوبية: الصحراء الكبرى اهي معمول عليها خط. طب فين بحر العرب؟ برضو معمول عليه خط اهو. دي الحدود الجنوبية. وكمان المحيط الهندي. 3 حاجات. طب الحدود الغربية حاجة واحدة بس، ودي أسهلها حاجة، اللي هي المحيط الأطلنطي. الحمد لله واحدة بس. يبقى تاني كده مع بعض بقى سنة 6: الحدود الشمالية البحر المتوسط، جبال توروس. الحدود الشرقية 4: جبال كردستان، جبال زاجروس، الخليج العربي، خليج عمان. الحدود الجنوبية الصحراء الكبرى، بحر العرب، المحيط الهندي. الحدود الغربية 1: المحيط الأطلنطي. مطلوب مننا ان احنا نحفظهم ضروري. نيجي بقى لثالث حاجة في الدرس: الموقع الفلكي للوطن العربي. زي ما خدنا الموقع الجغرافي سنة 6، مطلوب مننا ناخد الموقع الفلكي. طيب ما المقصود بالموقع الفلكي؟ احنا بس بنفتكر التعريف لان احنا اساسا واخدينه السنة اللي فاتت. طيب الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه؟ يعني مصر مثلا موجودة في مكانها على الخريطة ده، نشوف بقى موجودة عند خط طول كام ودائرة عرض كام. طيب أما بقى الوطن العربي موجود بين دائرتي عرض كام؟ 2 جنوبا و37.5 شمالا. تمام. طيب موجود بين خط طول كام؟ 60 شرقا و17 غربا. تاني، ما المقصود بالموقع الفلكي؟ هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب الوطن العربي نفسه بيمتد من ايه وايه؟ بيمتد من دائرة عرض 2 جنوبا و37.5 شمالا. اما بيمتد من خط طول قد ايه؟ 60 شرقا و17 غربا. حلو كده؟ طيب ايه بقى المعلومات المهمة قوي اللي بتيجي على الجزء ده؟ مبدئيا كده اللي احنا لسه هنبدأ فيها، اللي هي ايه؟ هيجي يقولك مثلا الوطن العربي ده بيمر بين دائرة عرض رئيسية. الوطن العربي احنا عارفين ان احنا عندنا 5 دوائر عرض رئيسية خدناهم السنة اللي فاتت، ماشي؟ بيمر بقى عند دائرة عرض رئيسية اسمها ايه؟ اسمها دائرة الاستواء. طيب موجودة فين؟ في الجنوب. في جنوب الوطن العربي هتلاقي دائرة الاستواء، يعني هي موجودة في الجنوب بالنسبة للوطن العربي. بصوا كده الوطن العربي على الخريطة، هاتوا الخريطة تاني وشوفوها، هتلاقوا ان في نهاية الوطن العربي على الخريطة موجود دائرة الاستواء. طيب ايه بقى اللي بيمر في نص الوطن العربي؟ في النص بتاعه بالظبط مدار السرطان. يبقى تاني، ايه هي دائرة العرض الرئيسية اللي موجودة في الجنوب الوطن العربي؟ هي دائرة الاستواء. طيب ما هو الخط الطول اللي بيمر من منتصف الوطن العربي؟ مدار السرطان. طيب احنا دلوقتي عندنا في خط طول رئيسي اللي هو طبعا خط جرينتش. ده موجود فين بالظبط؟ موجود غرب الوطن العربي، موجود ناحية الغرب. يبقى تاني، بيمر خط الطول الرئيسي غرب الوطن العربي، وتحديدا بيكون موجود فين؟ في دولة الجزائر. ونقف هنا وقفة يا سنة 6. ليه؟ لأن السؤال ده بيتكرر كتير جدا، يعني مهم قوي.
هيقول لك خط الطول الرئيسي اللي موجود غرب الوطن العربي جرينتش. طيب بيمر من دولة ايه؟ ده الأهم بقى، دولة الجزائر. طيب في حاجة بقى غريبة شوية، ايه هي؟ عندنا دولة جزر القمر، فاكرينها اللي احنا قلناها موجودة في الجناح الإفريقي. الدولة دي الوحيدة يا سنة 6، الوحيدة اللي موجودة خارج النطاق الفلكي للوطن العربي، يعني بره الموقع الفلكي للوطن العربي. تاني يجي يقول لك الدولة اللي موجودة بره الموقع الفلكي للوطن العربي، دولة جزر القمر. طيب الأسئلة اللي احنا لسه قايلينها ال3 نقط دول مهمين قوي، اللي هو الوطن العربي بيمر من دائرة عرض رئيسية اسمها دائرة الاستواء موجودة في الجنوب. طيب وخط الطول اللي بيمر من النص مدار السرطان. طب ايه هو خط الطول الرئيسي اللي موجود غرب الوطن العربي؟ جرينتش، بيمر من دولة ايه؟ الجزائر، مهم قوي دي. انما الدولة اللي موجودة خارج نطاق الموقع الفلكي للوطن العربي دولة جزر القمر. طيب نيجي نحط هنا سؤال ونقول ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي للوطن العربي؟ ايه اللي نتج عن موقع الفلكي للوطن العربي؟ أدى إلى وقوع معظمه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأثر على مناخه ونباتاته الطبيعية. تاني، احنا عارفين ان دلوقتي الموقع الفلكي للوطن العربي ان هو موجود فوق خالص، موجود فوق خالص في الخريطة. لو خدتوا بالكم هاتوا الخريطة تاني سنة 6، شوفوا الوطن العربي موجود فين في الخريطة، هتلاقوه متشعلق فوق، يعني في الجزء اللي فوق النصف الشمالي. طيب والنصف الشمالي يا سنة 6 بيبقى حر جدا، فايه اللي نتج بقى عن موقع الفلكي للوطن العربي؟ يعني وقوعه في المكان ده نتج عنه ايه؟ ان بقى معظمه موجود في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. طب ده هيأثر على حاجة؟ طبعا ده هيأثر على كل حاجة، المناخ وكمان النباتات الطبيعية. طيب تعالوا نحل الأسئلة اللي قدامنا دي، اللي هي اختبر نفسك. صح وغلط بيفصل البحر المتوسط بين جناحي الوطن العربي الإفريقي والآسيوي؟ طبعا غلط، البحر الأحمر. طيب السؤال الثاني، تتنوع الحدود الشرقية للوطن العربي ما بين مسطحات مائية ومرتفعات؟ السؤال ده حلو، مين هيجاوب صح ولا غلط؟ طبعا صح. ليه؟ لأن احنا زي ما احنا قلنا عندنا بحر العرب، عندنا البحر المتوسط. طيب المرتفعات دي اللي هي ايه؟ الجبال بقى، عندنا جبال توروس، زاجرس، مش كل دي مرتفعات؟ يبقى خدوا بالكم بقى من الأسئلة فيها لعب. طيب السؤال، ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي للوطن العربي؟ اللي نتج عن الموقع الجغرافي للوطن العربي. السؤال ده مهم قوي برضو، حلو، محتاج تفكير. مين هيجاوب؟ هنقول يا سنة 6 أدى إلى وقوعه وسط قارات العالم القديم اللي هي أفريقيا، آسيا، أوروبا، مما جعله يحتل مكانة مهمة بين دول العالم. كده احنا خلصنا الجزء الأول من الدرس الأول. استنوا بقى الجزء الثاني، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو لأصحابكم عشان يستفادوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.